مؤخرا علنت شركة ديال اوبن اي اي انها دخلت رسميا لعالم المتصفحات باطلاق متصفحها الجديد اطلس. متصفح ذكي مبني على تشات جي بي تي ومدعوم كليا بالذكاء الاصطناعي. واخا كنت مشغوله كنحسب الملايين اللي كربح من يوتيوب، ولكن الفضول ديالي خلاني نمشي نقلب ونقرا ونشوف شنو كاين في هذا المتصفح، وجبتو لكم 2 دقائق. الفكره سهله، خداو نسخه من كروم وزادوا عليه تشات جي بي تي كمساعد ذكي يقدر يشوف شنو كدير على الشاشه، يتفكر السياق ويساعدك في المهام ديالك وانت كتصفح. مثلا بغيتي تشري تليفون جديد، العاده غادي تكون انك غتمشي تحل بزاف ديال المواقع، تقارن الاسعار، تقرا المراجعات، تشوف فين ارخص واحد ومن بعد تشري. مع اطلس وفي النظريه تقدر غير تقول ليه قلب لي على احسن تليفون اندرويد في حدود اكس درهم وشريه ليا، وهو غيدير كلشي بوحدو. This one luckily found one bundle of toilet paper and added it to my cart and then said, we added it to your cart, go ahead and finish the process yourself. على حسب المعلومات اللي كاينه في المتصفح متاح دابا غير على الاجهزه ديال الماك. شكرا اوبن اي عاوتاني على التذكير بان الابتكار كيبدا ديما بالتمييز ضد المستخدمين بين ويندوز ولينكس. اما من ناحيه التقنيه فاطلس في الاصل نسخه معدله من كروم كما قلنا، بحال بزاف ديال المتصفحات الحديثه. يعني ديك الهضره ديال اعاده اختراع المتصفح اللي كيهضرها لها سام التمان كتبان اقرب لانه تسويق ذكي من انه يكون ثوره تقنيه حقيقيه. من اهم الحوايج اللي كتميز اطلس هو الذكاء السياقي. المتصفح كيعرف شنو كيدير في الصفحه الويب وكيستعمل تاريخ التصفح باش يفهم السياق ملي كتجاوبه. يعني بان الذكاء الاصطناعي غادي يعرف بلا راك ضيعتي ساعتين كتقلب على الطوموبيلات وما خدمتيش. ايجنت مود يعني تشات جي بي تي يقدر فعليا يتحكم في المتصفح ديالك، يورك على البوطونات، يعمر نماذج، وحتى انه يكمل عمليه شراء الا كنتي كتثق فيه. علاش لا؟ الذاكره المستمره، المتصفح كيتفكر شنو درتي قبل وكيستعمل داكشي باش يفهم السياق في المستقبل. بطبيعه الحال تقدر تسبريمي هذيك الذاكره وقت ما بغيتي، حيت بطبيعه الحال اوبن اي كيفهموا الخصوصيه،